اهلا بيكم على قناة البورصجي. النهاردة انا هقول لك واحد من اهم اسرار التداول اللي لازم تعرفها قبل ما تخش مجال التداول. السر ده يا جماعة ان هو في التداول لما تيجي في يوم زي اللي انتوا شايفينه ده الديلي شارت، يعني شارت الديلي بتاع الناسداك. عمرك خدها قاعدة بقى، عشان دي واحدة من الاسرار ومن القواعد اللي لازم تاخد بالك منها في التداول. انك لما تيجي، لو احنا شايفين ان ده مثلا باي سايد او داخلين في ترند باي، عمرك ما تخش صفقة غير من عند الاوبن برايس. يعني ايه الاوبن برايس؟ يعني فتحة اليوم. يعني لو هتخش باي، ما انتوا شايفين ده، شايفين الخط ده خط الاوبن برايس. شايفين اللي بيحصل فيه الشمعة ابتدت من هنا، نزلت، عمل مانيبيوليشن، وبعد كده جسم الشمعة طلع لفوق. فقاعدة من القواعد المهمة جدا في التداول. هنزل دلوقتي على على اللو تايم فريم واوريك كل حاجة. بس لما تيجي تشتري من عند الاوبن برايس، ولما تيجي تبيع برضو تبيع من عند الاوبن برايس. يعني الكلام ده يمشي في الباي وفي السيل على حسب اتجاه اليوم وعلى حسب اتجاه الهاي تايم فريم. بس اللي انا عايز الكونسبت اللي انا عايز اقوله، او السر اللي انا عايز اقوله في التداول، انك ما ينفعش تخش الصفقة بتاعتك غير من عند الرينج ده. لو دخلتها بره الرينج بتاع الاوبن برايس، انت بتريسك بفلوس كتير جدا، وبتريسك ببوزيشنز عاليه قوي. ممكن تؤدي انك تجيب الستوب لوس بكل سهوله. وهاخد المثال ده دلوقتي على الناسداك واوريكم انا اقصد ايه. لو احنا خدنا المثال ده دلوقتي، شغل بس شويه عشان الناس تشوف معايا. انا شايف ان ده لو هناخد اليوم ده هنا النهارده، اليوم ده طالع هانت هنا الباي سايد ليكويديتي ولسه مكمل. فانا النهارده لو عايز اتريد في اليوم ده، فانا هتريد اليوم ده، هشوف عند الاوبن برايس، بعد كده هنزل على اللو تايم فريم، هنزل واحد على ال1 اور. فين ده؟ فتحه من هنا، فتحه اليوم، قعد اكيوميليشن مانيبيوليشن، نزل عمل هانت كده للباي سايد ليكويديتي، نزل حتى الستوب لوز هنا وبيقول للناس ان انا نازل، مره واحده راح قلب وطلع. ده الكونسيبت بشكل عام. تعال ننزل على اللو تايم فريم على ال5 مينتس واوريك الدخلات بتبقى عامله ازاي. هو ده اللي يهمك. بصوا بقى يا جماعه على ال5 مينتس اللي حصل. ده الاوبن برايس اللي انا بتكلم عليه. الاوبن برايس يعني هو اول برايس ابتدى بيه اليوم، تمام. برايس قعد يطلع يطلع يطلع، وبعد كده بص بقى عند نيويورك سيشن ايه اللي حصل. نيويورك سيشن هوب دروب في البرايس. وبعد ما حصل دروب في البرايس هنا، كل دي المنطقه دي المفروض تكون منطقه تشتري فيها. لو انت عارف ان هو البايس، لو انت متاكد ان هو طالع، فدي احسن منطقه تشتري فيها، هي المنطقه اللي تحت دي. ليه؟ لان ده تحت سعر اليوم. شايفين ده الديسكاونت اريا، يعني ده السعر حلو قوي. بص بعد كده البرايس عامل ايه. طب انا مش متاكد اذا كان هينزل هيكمل ولا هيطلع فعلا ويعمل مانيبيوليشن فعلا تلاعب، وبعد هوريك بقى اقول لك تعمل ايه. نمره واحد، انت شفت البرايس راح عمل دروب تحت الايه، تحت الاوبن برايس، وبعد كده راح شايفين العكسه كسر فيها ايه، ماركت ستراكشر اهي. دي كسرت ماركت ستراكشر. فلما يكسر لي ماركت ستراكشر على ال5 مينتس كده، طالع وبعد كده رجع تاني وبعد كده طالع، يبقى انت دخلتك قلت لك تخش من هنا، من الفير فاليو جاب دي. اشمعنى الفير فاليو جاب دي دخلتك من هنا. اشمعنى الفير فاليو؟ لان دي اقرب فير فاليو جاب موجوده عند الاوبن برايس في الرينج ده. شايفين برايس طلع نزل قعد ياكيوميليت في الفير فاليو جاب دي. شايفين اجسام الشمعه؟ جسم الشمعة عمره ما كسر الفير فاليو جاب، وبعد كده طلع كسر تاني، كسر تاني، وبعد كده كمل على طول لفوق. فهو اللي انا عايز اقوله لك ايه، اللي انا عايز اقول لك انك عمرك ما تشتري الناسداك او تشتري اي حاجه غير تحت اللو برايس. طب لو ما لحقتش ومش متاكد، تستنى تشوف شيفت في الماركت ستراكشر زي ده، وتخش من اقرب فير فاليو جاب ناحيه الرينج ده، لان بعد كده البرايس مش هيرضى يروح لها تاني. شايفين؟ يعني اول ما نزل هنا قعد ياكيوميليت في الفير فاليو جاب دي مره واثنين وثلاثه، بعد كده اهو خد القرار بالطلوع الصعود كده، بص ما نزلهاش تاني. فده واحد من اهم الاسرار او من اهم الحاجات اللي انت لازم تحطها في بالك وانت بتعمل تريدنج. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.